محكوم عليها بايه؟ بسنتين سنة سجن ان شاء الله، ان شاء الله ويتحققوا ان شاء الله. و100,000 جنيه. المفروض كانوا يبقى اكتر من كده من فلوس التمويلات اللي انت بتاخدها. يلا ما فيش فلوس مشكلة. التمويلات اللي انت بتاخدها يلا بس ما يا فيش ولد مشكلة. يا نيرة بص تمويلات بس انا عايز لخيانة أسأل سؤال الوطن. بس يعني تمويلات سؤال لخيانة يعني سيدة الوطن. ان زينب كنت مثلا. خلينا فاكر نسأل ان يا نيرة، احنا الدولة عايزين نايمة على نسأله. ودانها عليك يا وليد يا اسماعيل، كنت فاكر ان الدولة نايمة على ودانها عليك يا وليد يا اسماعيل، تبقى غلطان. لا يا شيخ. وان شاء الله هتتكشف لا والله. خيانتك. لا والله. وانت بتشجع الارهاب السوري انه يدخل بلدك. لا والله. ده الكلام ده دي مش خيانة؟ ده الكلام ده فين حضرتك قرأتيه فين ان شاء الله؟ لا، عندي فيديوهات ليك يا بابا، عندي فيديوهات عليك ليك. وعلى ان شاء الله عليك وعلى الامن الوطني ان شاء الله ما فيش. عينينا الاثنين، عينينا الاثنين. الوطن. لكن انت مش مكسوف على طولك وشبتك ودقنك اللي انت طالع بيها قدام الناس وانت بتطعن في بنت نبيك. ايوه وتقول عرضها متاح للمتعة. واحده وانت مش المتعه عندك مكسوف. حرام ولا ايه؟ مش مكسوف وانت بتطعن في. ايوه حرام. حرام يعني المتعه ايوه عندك حرام. الله الله. حرام. الله 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 الله. المتعة عند امك انت مش حرام؟ لا المتعة عند امك ولا جهاد النكاح عند امك؟ ما تخلينيش بس واحده كده واحده. ما تقدرش يا حبيبي، لا انت ولا 10 زيك. المتعة عندنا احنا كأهل سنة حرام. نيرة ضيف يا نيرة، ضيف يا نيرة، ما عليك خليك. اي ضيف اللي يطعن في في عرض بنت نبيه. اي ضيف اللي انتوا بتتكلموا عليه يطعن في عرض بنت نبيه. لا انا بس يا نيرة ماليش في لا كرامة له، لا كرامة له اللي يطعن في عرضنا. مش عيب الطراطير يبقوا قاعدين والست هي اللي تقعد تشتم. عيب يعني عليك تبقى كده. الطرطور ده يبقى ابوك اللي ما ربكش. هذه على الطرطور قدك يبقى ابوك اللي ما ربكش. الطرطور اللي يخلف يا نيرة واحد بس اسمع يا نيرة يطعن في عرض بنت نبيه. هو ده يا نيرة الطرطور. معلش يا نيرة. لا يا نيرة يا نيرة عيب بصراحه. يا نيرة يا نيرة اسمعوني لو سمحتوا، انا هتكلم انا وليد في اسماعيل. رجاله وتجيب واحده. ما حدش يا جماعه يتكلم لو سمحتوا. اسمع يا وليد، اولا عيب انت دخلت كانسان غير محترم. والله أخذ يا بالك؟ بص وانا هعلمك الادب. اسمعني يا حقير يا قذر يا نجس، هعلمك الادب الان عشان تقول طراطير يا وسخ يا ديل الوهابيه يا نجس. انا هعلمك الادب الان. طيب اسمع شتمت اسمع يا نجس. ايه اللي حصل يا نجس؟ شتمت إيه؟ وخلصت. شتمت وخلصت. يخص عليك والله ما عندك شرف يا زين الوهابيه يا نجس. ما توسخش تحدثت لسانك. حوار علمي يا ما توسخش نجس لسانك بيه رغم يا ان شيخ ايه سيد. والله ما لا اقول توسخش له. لسانك بيه. فاكر اسمعيني لا هقول له على حكايه. عارف النجس دوا النجس ده لما الفت كتاب عن اسمعني الفت كتاب على انجاس اللي زيه جاني وائل الابرشي والله قال لي اجيب لك وليد اسماعيل. قلت له مين يجيب لي تافه زي دوا؟ قال وقلنا لا انا عايز حد عالم هات لي سياده. قلت له انا محمود شعبان كلمت الدكتور محمود شعبان واتكلمنا واتفقنا وهربوا. قلت له جيب لي عيل نجس بتاع تليفونات يكلمني ازاي يعني؟ ايه اللي عنده اصلا من العلم عشان يكلمني؟ ده بتاع قال انا قلت لك والله العظيم منزل فيديوهات لولا حمار واحد يساله يقول له هل سب الزهراء جائز؟ تخيل يقول له يرد عليه يقول له ايه؟ ايوه يا حلال ايوه يجوز. وما سالوش زي كده، عمل زي الشيخ الغبي محمد حسان بيسالوه عن واحد لقى اثار قام قال له ايه؟ وتحطيمها. طب بيسالك عن وجود الاثار حكمها ايه؟ حلال ولا حرام؟ الشيخ احمد كريمه مسح به الارض. اسمعيني والله انا ما استنضفت اطلع معاه والله حاول معاه والله ما ينفع. ليه؟ لانه مش عالم. واحد يقول على السيده الزهراء يسالوه يقول ايه؟ يجوز وحلال وكمان سب علي حلال. طلع الحمار لولا حمار ما يقولش كده. ليه اللي حصل؟ راح قفلوا راحوا قطعوا الشيعه المقطع ده وشيروه. انا شفت المقطع فانا زعلت ورحت مطلع فيديو عن وليد اسماعيل وقال ايوه حلال وسب الامام علي كمان. اتاري لولا انا بعلمه اهو عشان ما يبقاش حمار ثاني. بعد ما حصل وخلص كلام قال له ده عندكم انتم. طب يبقى لولا مغفل. راح واحد بعت لي قال لي انت بس ما كملتش. قلت له يكفي معلش دقيقه. قلت له الفيديو وصلني هكذا. اسمعي يا جماعه الفيديو وصلني هكذا. قال لي لا ده ليك ماله. قوم لقيته بيقول ايوه عندكم. طب لو انت بليغ او انت محاور او انت يعني بتحترم الناس الجمهور اللي بتسمعك
وليك جمهور، كان تقول عندكم كذا 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 من الاول، مش تقول له بعد ما خلصت انت خالص تقول له ايوه عندكم. فقال لي لا ما تعتذر. قلت له لا ما اعتذرلوش، انا اعتذر لغباء وليد اسماعيل وليس وليد اسماعيل، وعملت اعتذار للغباء. كلامك ممكن خليني مع خليه يقول بس خليهم وليد. تفضل. اولا بدايه كل السب والشتيمه اللي انت شتمتها لي ديت هنقف قدام القاضي باذن الله تعالى وهرفع نعم. ايه اللي معاك اعمله. نعم.